على بركة الله. القمر كيحمل بزاف ديال الصفات، البهاء والعظمه والتفرد والجمال على مر العصور، هادشي اللي كنعرفو حنايا كبشر. ولكن القمر ما عمره ما كان هكا، كل ما قربتي ليه كتختفي هاد الصفات باش نكتشفوا من بعد البشاعه ديالو. وشحال هو مخيف الا قربتي منه، ما عمرك تغترب المظاهر، فرحت القمر بشع في النهايه. قبل ما نبداو، الا كنتي ما مستعدش باش تغامر بالواقع ديالك بلا ما تغامر معنا وتبدا هاد الروايه، داكشي علاش خلي افكارك ورايك برا ودخل تحدث معنا في هذه الروايه. الا حسيتي براسك راه شي واحد تيراقبك وانت كتسمع ليه، ما تخافش حيت راه كيراقبوك غير من بعيد. ولكن النصيحه اللي نعطيك هي انك ما تدورش من موراك، مهما سمعتي اي حاجه ولا حسيتي بها ما تدورش، عاودني منك. ما عمرني ظنيت انني غادي ندخل لهذا العالم بدون اي دعوه، عالم كيشبه المتاهه وما عندوش مخرج. وهذا الاكتشاف هذا كان اكبر خطا ليا في حياتي. القتل ما عمره ما كان حل المشكلات، ولكن في الحاله ديالي كان هو السبيل الوحيد باش نخرج من اللعنه اللي تابعها لي، واللي من نهار تزاديت بيه. وقفت كنشوف في الجثه ديالو اللي عامره بالدم، سهيت وسرحت في الملامح ديال الوجه المرعبه، بينما العينين ديالو كانوا باقيين كيشوفوا فيا رغم انطفاء النور ديال الحياه. كانت اكثر حاجه كدور ليا في دماغي هي ديك الذكريات اللي كتجمعني به. جلست كنشوف فيه وكنخاطبو وكنقول ليه بدا انت اللي بغيتي النهايه ديالك تكون بحال هكا. سكتت شويه كنتسنى الرد ديالو باش تجاوبو بغضب وتقول لي ايت ما نحضرك، اللعنه ديالي كتفوق اللعنه ديالي. وفجاه كيخرج لي واحد الكائن من العدم اللي كيشوف فيا حتى هو. قال ليها بهدوء راه صيفطو لك شمهاروش كيقلب على خلاص. دورت راسها لحداه بشويه وكتشوف فيه وجاوباتو بنفس النبره. هو حر دابا، شاف داك الكائن وبدا يضحك ويقول ليها بكل سخريه انت عارفه بلي ديك اللعنه غادي تنتقل ليك. ما عجبهاش الكلام ديالو لكن كيستفزها، وهي تقول لي وانت باش عارف ياك انت غير جن. ضحك بتفاخر وقال لها انا ماشي اي نفر من الجن، انا القرين ديالك. ما خلاتوش يكمل الكلام ديالو، قطعته وقالت لي عارفه. جاوبها القرين وقال لها القتل ديالو ما كيفيدك لا تيلا، راه غير تفتحات عليك ابواب اللي كانت مغلقه، وكنظن باللي معركتك مع العوالم الاخرى غادي تكون اكثر صعوبه. صعب حتى من داكشي اللي داز قبل، غير استعدي ليها. دارت باش تمشي في حالها وعينيها مغرغرين بالدموع. جاوباتو بحرقه حتى هي وهي تقول لي القتل ديالي للشخص اللي كنبغيه وبغاه قلبي كافي باش انني نخليك تثيق بلي ما عمرني ما غنخاف من شي حاجه وحتى حاجه ما كتهمني. من بعد فراق هذا الشخص هذا بدا الشغف ديالها في الحياه كيمشي. رجعت للدار ومنين قرب الفجر كانت حاضيه باش ما يشوفها حتى شي واحد، لقيت حوايجها كلهم عامرين بالدم ديالها وهي كتغسل يديها من الدم. بان ليها الخاتم اللي كان هدا عليها في اول لقاء ليه. دوزات وقت ماشي قليل وهي ساهيه كتشوف في الفراغ. قالت وهي كتخاطب راسها هذه المعركه ديالي وغادي نتقاتل باش نحول اللعنه اللي عانيت من ناحيتي كامله القوه باش نسيطر بها على العوالم الاخرى. الكابوس القاتل. عالم الجن والشعوذه ما كيدخلوش ليه غير عبده الشياطين والناس الفضوليين اللي كيبغيو يعرفوا واش من واقع. هو عالم كيتعامل مع الكائنات الخارقه والسحر وحتى القوى الخفيه. وبعض الناس كيظنوا بلي الجن كائنات غير مرئيه عندها قوى خارقه، وكيقدروا بعض الناس انهم يتواصلوا معاهم ويجعلوهم خدماء عندهم عن طريق السحر والشعوذه. ولكن كاع داكشي اللي تنقل لينا من شحال هادي كان ياخذ عبيلات نقلتها الاساطير بصح. عالم الجن هو عالم ممتد الاطراف، والدخول ليه بمثابه انك وقعتي عقد ديال الموت ديالك بيدي. ما عمرني ما كنت كنامن بوجود هذا العالم، ولكن كل ما كنت كنحاول نكتشف كنت كنزيد نغوص فيه. انا تزايدت وكبرت وسط عائله ملتزمه دينيا، داكشي علاش الهضره في هادشي كانت محرمه علينا اننا نناقشوها ولا نحاولوا نبحثوا فيها قدام والدينا، خايفين اننا ندخلوا المتاهه اللي ما عندهاش مخرج. في الطفوله ديالي كنت فضولي وكنحاول نكتشف اي حاجه، خصوصا داكشي اللي كان ممنوع عليا انني نقلب فيه، رغم ان المعتقدات ديالي كانت كتقول لي بلي راه اي حاجه دخلت ليها راه ما غاديش تعطيني شي شيء يذكر وما غاديش نستافد منها هو. الا ان روح المحاوله للداخل ديالي ما منعتنيش انني نكتشف. في الوقت اللي كانوا الدراري اللي قدي كيعيشوا طفوله بشكل طبيعي، كيلعبوا وينقزوا ويضحكوا، انا كنت كندوز وقت كبير وسط الكتب، وماشي اي كتب، كنت كنقلب على اي كتاب يقدر يدخلني لهذا العالم. بالاخص حيت كنت طفل اللي كنجلس ديما بوحدي وكنقلب في الكتب ديال عالم السحر. سنين كيدوزوا والاستكشاف عندي كيكبر، بديت كنقلب على الكتب ديال الشعوذه وكنقلب كيفاش نمارس داك الطقوس اللي كيمارسوا الدجالون بحال حفظ الطلاسم، حيت بحال هكا كان كيحسب ليا بلي غادي ندخل العالم ديالهم وربما نخليهم خدم عندي. تخرجت من المرحله الثانويه وموراها التحقت بالجامعه. كنت كندوز وقت كبير كل نهار في واحد البلاصه اللي معروفه في مدينتي، فاس سميتها الحفره ولا كتسمى جنه الكتب. تسمات بالحفره حيت الشكل الهندسي ديالها كيوحي لاي واحد كان تما بلي هو راه وسط حفره وماشي في بلاصه ديال بيع الكتب المستعمله. كندور وسط هذوك الدكاكين الصغيره وكنقلب وحاضي الاغلفه ديال الكتب وكنقرا العناوين ديالها، وانا كل امل انني غنلقى شي كتاب اللي كيهضر على عالم الجن. من بعد مده وانا كنقلب جات عيني على واحد الكتاب كاين في الحانوت اللي كاين في الاخر ديال الحفره. كان كتاب مهترئ اللي مكتوب باللغه الامازيغيه وما كان عنده لا عنوان لا غلاف، ما نقدروش نقولوا عليه كتاب،
كان مجرد مجموعه من الورق اللي مخيطه بواحد الخيط كحل اللي قاسح شويه، وحتى الكتابه كانت مكتوبه هي بخط اليد. الفضول ديالي خلاني كنقلب الصفحات ديالو حتى بانوا لي واحد جوج كلمات اللي ما كانوش مكتوبين بالامازيغيه. سحر انقاذ، كانت كلمات سحر كافيه باش انني نحاول نشري هذا الكتاب ونعطي اي ثمن كاع بغافي. سولت مول الحانوت وانا كنقلب الكتاب من الجهتين وانا نقول ليه شحال هذا الكتاب. شاف فيا مول الحانوت باستغراب وبدا تيشوف فيه وتيقول لي بغيتي هذا الكتاب المهترئ القديم البالي اللي ما فيه ما يدار. جاوبته حتى انا بصراحه بطريقه اللي ما كانش عاجبني الحال. قلت له وانت علاش باغي كاع تبيع؟ ضحك ويقول لي هذه شهرين مشيت لجبل توبقال حيت انا عزيز عليا نمارس التسلق، طاح عليا الظلام ما قدرتش نرجع للوطيل اللي كنت باغا نبات فيه. اضطريت انني نبني الخيمه ديالي وننعس تما وانا كنحفر باش نقاد البلاصه ديالي فين غادي نبني هذا الخيمه. لقيت هذا الكتاب مدفون، خديته وبديت كنقلبو زعما على امل انني نستافد منه شي حاجه، ولكن مع الاسف كان مكتوب باللغه الامازيغيه وانا واحد الانسان غبي اللي ما عارفش نقرا اللغه ديال اجدادي. صراحه الهضره ديالو ضحكاتني وانا نقول ليه كتاب مدفون في الجبل في جبل توبقال اياتي. ودابا يقول لي شحال الثمن ديالو؟ جاوبني وانا نستغرب قال لي 5 دراهم. كان كيحسب لي بلي راه ما سمعتوش وانا نعاود نسولو وشاد الكتاب في يدي. قلت له شحال يا شكون اللي بغى يشري مني هذا الكتاب المهترئ اللي ما عنده لا غلاف لا حتى حاجه ومكتوب غير بخط اليد؟ قلت ليه انا غادي نشري. قلت 5 دراهم نجيبي خلصت السيد وانا نقول ليه انا غادي نكتشف المحتوى ديال هذا الكتاب. ما كنتش عارف بلي هذا الاستكشاف غادي تيريني لواحد اللعبه وما توقعتش غادي يكون هو سبب دخولي لعالم الشهوات. في الليل دخلت البيت ديالي بلا ما نهضر مع حتى شي واحد من العائله، سديت عليا وانا نجلس بوحدي حيت مولف هكا كندير تقريبا كل عشيه فاش كندخل للدار. جبت داك الكتاب من الكارطابل ونقول مع راسي ارا نشوف هذا الكتاب شنو فيه. حطيت الكتاب ديالي فوق البيرو وبديت كنقلبو والجو ممل وكنقول مع راسي كيفاش انا شاري كتاب ما كنهضر بالامازيغيه ما كنفهمها ما كنعرف ليها. جبت التليفون كنشوف الحروف الامازيغيه كيفاش كيتنطقوا، بديت كنجمع حرف مع حرف تنكون كلمه كنشوف كنجمع حتى كملت تقريبا الصفحه الاولى كامل. هذه غير صفحه وحده وصراحه طلعت لي الدم وكنقول مع راسي وليني انا انسان غبي. واش السي امير غادي تقرا واحد الكتاب اللي ما كتفهمش اللغه باش مكتوب وما عارفش حتى علاش تكتب هذه العباره ديال السحر انقاذ وشنو المعنى بعدا ديال هذا انقاذ براسها؟ ضيعت وقتي. سديت الكتاب ورميته تحت السرير حيت اصلا الكتب اللي ما كنستافد منهم حتى شي حاجه كنرميهم تما وباش ما يبقاش باين للانظار. دوك الكتب اللي كنت كنضيع وقتي وكنقراهم وكيحسب لي دوك الطلاسم بلي راه حقيقيه، واكتشفت في الاخر بلي هي مجرد تاليف للكاتب وكان كيحاول يربح شويه ديال الفلوس من داكشي. تكيت في السرير ديالي وجلست كنشوف في السقف وكنقول مع راسي وقيلا هذا العالم هذا كيحاول يمنعني انني ما ندخلش ليه وانا بعدا علاش كنقلب في هادشي. حكت على راسي وبقيت كنتمتم تنقول الجن واقيلا ما كاينينش حيت ما عمرني شفت شي واحد منهم، ربما هي اساطير فقط. وحتى الا كان كاع وجودهم حقيقي واش هما اغبياء يجيو يخدموا عندنا حنا البشر؟ كان كيحسب لي بلي ديك الثغره اللي كيهضروا عليها المشعوذين هي مجرد تاليف ديالهم باش يحاولوا يضحكوا على عباد الله، وربما هما مجانين فقط وبغاو يخليوني حتى انا مجنون بحالهم. سديت عيني وانا عيان وبالزربه دخلت في واحد النوم عميق. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى سمعت الطرقات في الباب ديالي. خليوني نعس. عاود تدق الباب بهاد المره بطريقه اكثر شويه، خلاتني نوض طالع ليا الدم وانا كنحك عيني وكنشوف وكنقول اشنو بغيتي وما جاني حتى شي جواب. حليت عيني منين سمعت ديك النبره الغريبه نديرها ما كنلقى حتى شي واحد. بديت كنعيط بالغوات مي الوالده سلمى، جاوبني حتى شي واحد. سديت الباب ديال البيت ورجعت لبلاصتي متكا وانا كنهضر مع راسي كنقول واقيلا هادشي غير كنتوهم. جلست في الجنب ديال السرير ديالي خديت التليفون باش نشوف شحال الساعه، لقيتها 2 ديال الصباح. قلت مع راسي راني عيانه معلم باش نعس هذا الوقت كامل وما نحسش به، راه العيان نيت. يلاه بغيت نحط التليفون كنعاود نسمع نفس الدقات وهاد المره من تحت السرير. نقصت من بلاصتي خايف وتنقول شكون اللي تما شكون اللي كاين هنا. خديت التليفون ديالي شحلت الفلاش وتحمت بشويه باش نشوف شنو كاين، ما لقيت والو. قبل ما نوض من تما سمعت نفس الدقات في الماريو، بدو الدقات ديال القلب ديالي كيطلعوا بالزربه وبديت كنتوتر تنقول لها سلمى بركه من هاد التبرهيش بركه من هاد اللعب ديالي. مشيت بشويه حدا الماريو حليت باش نشوف مصدر الصوت ما لقيت والو عاوتاني. حطيت يدي على قلبي وبديت كنسمع الدقات ديال القلب ديالي اللي طالعين بالزربه. تكيت بلاصتي هاد المره باش نحاول نعس وننسى عليا هاد الاحداث هادي كامله حتى كنسمع واحد الصوت حدا ودني تيقول لي عاودتي حيتي للعنه المفقوده. نط بالزربه مخلوع وخايف وكنقز ودقات قلبي طالعين بزاف وكنقول مع راسي شكون انت شكون اللي كاين هنا شكون انت. ما جاني حتى شي جواب ولكن حسيت بواحد الهواء تيدوز من حدايا باش يجي واحد الصمت اللي غريب. كنحس بدقات القلب ديالي الصوت الوحيد اللي كاين في هذه البلاصه. بديت كنقرا ما تيسر من القران حيت داز وقت طويل وانا ما مواظبش على الصلاه وعلى تلاوه القران حيت ما كنتش حافظ بزاف ديال القران. بديت كنعاود غير داكشي اللي كنت حافظ حتى وقفني الصوت ديال واحد الصرخه غوته اللي قدرت تحبسني. نط كنغوت سلمى مشيت كنجري لعندها البيت، مشيت كنجري دخلت حليت الباب وشعلت الضوء
حتى كنتصدم بالمنظر اللي كنشوف قدامي. الجسد ديالها مرمي في الارض وهي غارقه في الدماء. قربت ليها بشويه تنشوف الملامح ديال وجهها مشوه لدرجه انني ما قدرتش حتى نتعرف عليها. كانت الاجزاء من عينيها الفم والنيف كانت داخله في بعضياتها. جاتني الرعده وانا كنردد بصوت: سلمى سلمى فيقي سلمى. سمعت الصوت ديال الخطوات من مورايا. كندور كنلقاها الام ديالي جايه كتجري اللي بدات كتغوت: سلمى. بدات كتعاود سميتها وهي كتبكي. قدرت نشوف الجهد الاب ديالي اللي كان حتى هو مصدوم من هذا المنظر. حتى كيبان لي واحد الشخص اخر حداه واقف كيبتسم والشكل ديالو كان غريب حيت الهيئه ديالو كتدل على انه ماشي من البشر. كان وحش بمخالب طويله وانياب غير غتشوفها غتشدك الرعده وواحد القرن اللي خارج من الجمجمه ديالو. بديت كنشير ليه بصبعي وكنسول: با شكون هو هذا؟ ولكن كاع ما جاوبني. درت عند الام ديالي حتى هي كنقول لها: امي شكون هو هذا الراجل؟ شكون هو هذا؟ كاع ما جاوبتني حتى هي. يلاه بغيت نوجه ليه السؤال ونقول ليه: شكون انت وشنو كدير هنايا؟ جاب واحد السرعه اللي كبيره ما قدرش يستوعبها العقل ديالي. تحولت الملامح ديالو لشيء مرعب اللي ما عمرني شفتو في حياتي. قال لي: سير كمل قراءه الكتاب. حتى كنفيق من النعاس وانا فايق مخلوع وكنغوت والجسد ديالي كله عرقان. موراها سمعت الباب تيتدق وكنسمع الصوت ديال الام ديالي كتغوت: انير مالك ولدي؟ مالك؟ فيق مالك؟ شفت في الشرجم بحال هكا بان ليا بلي الصباح راه طلع. نط من السرير ديالي مشيت حليت الباب حتى بدات عليا الام ديالي بالاسئله: انير مالك ولدي؟ شنو طاري؟ شفت كتغوت؟ شنو؟ بديت كنشوفها ونقول لها: والو انت راه غير حلمه خايبه. بديت كنمسح وجهي من العرق بحال هكا وكنقول لها: صافي ما عندك مناش تخافي امي راه غير حلم. بقات كتشوف فيا وهي تجاوبني بهدوء وهي تقول لي: واخا يلا وجد راسك باش تفطر. مشات الام ديالي وخلاتني ساهي في البيت وكنشوف في السقف وكنفكر في الجمله ديال كمل قرايه الكتاب. مشيت تحت السرير جبت داك الكتاب باش نشوف المعنى ديال هذه الجمله. كنقلب الصفحات وعقلي مشوش. فجاه وقفوا يدي على التقلاب لا اراديا ماشي اللي كنتحكم ورجعوا يدي تلقائيا هكا للصفحه الاولى. دقات ديال القلب ديالي بداو كيطلعوا الرعب عاوتاني بديت كنعيش. وهنا كانت الصدمه. رجعت لديك الصفحه كنلقاها خاويه ما فيها حتى شي حاجه. كيفاش وانا عيل البارح قريتها؟ في البلاصه سمعت الصراخ ديال الام ديالي كتغوت: سلمى. نط بالزربه مشيت كنجري للغرفه ديالها. لقيتها كتحاول تفيقها. قربت بخطوات بطيئه لعندها. كتبان لي البنت اللون ديالها ولا ازرق. عينيها محلولين ولكن الرعب مرسوم على الملامح ديالها. كانت بحال شافت شي حاجه اللي خلعاتها لدرجه الموت. قربت لعندها شديت يديها كنلقاهم باردين. قلبت الدقات ديال القلب ديالها. موراها حسيت باللي الدم مجمد في العروق ديالي. البنت ميته. هزات الام ديالي عينيها لجهتي وهي تقول لي: ميته؟ لا ما يمكنش. جاوبتها وعينيا دايرين منهم شلال ديال الدموع. قلت لها: البنت قلبها حابس ما كيضربش حتى الجسم ديالها متجمد. الام ديالي ما استوعباتش بدات كتغوت: لا مستحيل عيطوا على الاسعاف. خرجت الام ديالي مشات كتجري باش تجيب التليفون ديالها نعيطوا للاسعاف. قربت لحدا سلمى وكنشوف فيها وتفكرت الكابوس وتنقول مع راسي: واش هذا الكابوس ديال البارح عنده علاقه بهادشي اللي طرا اليوم؟ من بعد لحظات قليله سمعنا الصوت ديال سياره الاسعاف وقفات قدام بابنا. دخلوا جوج رجال هازين معاهم سرير قابل للطي اللي كيكون عند رجال الاسعاف. واحد منهم قلب الجسد ديالها لقاه بارد واللون ديالو بدا كيتحول للون الازرق. قال لنا بواحد الوجه حزين: مع الاسف البنت فارقت الحياه منذ مده وغادي نديوها باش دير التشريح نشوفوا سبب الوفاه. بدات الام كتبكي وكتغوت وكتنوح على فقدانها لبنتها. اما انا كنت عارف بلي وفاه سلمى ما كانش مصادفه. موراها بدقائق دخل الاب كيجري ومشى نيشان للبيت. شاف الجسد ديال سلمى وشافها في ديك الحاله تخلع وتصاب بصدمه. قال لي المسعف: واش تبغيو نديروا التشريح للبنت نعرفوا باش مات؟ الاب رفض هذه الفكره هذه. قال لي: لا بنتي ما غاديش نشرحوها. قال لي المسعف: ولكن سيدي راه الملامح ديال وجهها في شكل. غوت الاب بواحد الطريقه هستيريه. قال لي: ما غاديش نشرح الجسد ديال بنتي وانا عارف بلي سبب الوفاه هو المرض ديالها. كنت عارف بلي سلمى ما كتعاني من حتى شي مرض وبلي الوالد غير اخترع هذه الكذبه هذه باش ما يشرحوش الجسد ديالها. بداو رجال الاسعاف غاديين حتى تنسمع واحد فيهم تيقول لي: اقسم لك ان هذه الموت هذه ماشي طبيعيه. واش شفتي الرمز اللي كاين عندها في يدها؟ بالزربه مشيت كنجري عند سلمى كنقلب ليها يديها حتى كنلقى واحد الرمز غريب في الكف الايسر ديالها. كنقول مع راسي: امتى واش مات سلمى؟ في نفس النهار بدات مراسم الجنازه ديالها. السكان الحي كاملين كانوا مصدومين من الوفاه ديال الفن اللي العمر ديالها ما تجاوز 13 سنه. ما قدرتش نجلس وسط هذوك الاجواء. مشيت بالزربه سديت عليا البيت وبقيت جالس في الوحده ديالي وبوحدي وكنفكر في انقلاب الاحداث ديال الحياه ديالي وكيفاش حتى وليت عايش. كيفاش في ليله وحده تبدل هذا الشيء كامل؟ علاش وقع وكيفاش؟ الحاجه الوحيده اللي قدرت ندير هي نجلس ساد عليا وكنبكي بوحدي في البيت. ما قدرت ناكل والو من غير داك شويه د الماكله اللي عطاتني خالتي. مورا فاش جابت لي خالتي الماكله وعارفه بالحزن ديالي على سلمى. بمجرد ما خرجت مشيت للسرير ديالي تكيت وانا ندخل في واحد النوم عميق عاوتاني. فقت ملي سمعت شي حاجه كتحرك في الزاويه في البيت. مديت يدي للتليفون شعلت الفلاش وكنحاول نشوف. قلت لي: شكون اللي كاين تما؟ بدا كيقرب لعندي بشويه حتى كنلقاه بلي راه الاب. قلت ليه: الوالد اشنو كدير هنا؟
ما جاوبنيش وبقى غير ساكت وكيشوف فيا. شويه بدا الجسد ديالو كيتلوى وكيتعوج بواحد الطريقه بحال جاه الصراحه، حتى طاح الارض نت بالزربه قال عنده كنجري كنقول لي مالك اشنو واش بيك الاب بابا مالك اشنو الوالد. بدا كيغوت بواحد الطريقه اللي مرعبه وانا شادو بين يدي وكنشوف فيه حتى بدا الدم كيخرج ليه من النيف وفمو. بديت كنغوت بدون وعي، بدا شاف فيا بعينيه اللي كانوا محلولين بزاف ويقول لي كمل قراءة الكتاب. ما جا فيني كمل الهضره حتى انفجروا ليه العينين وبدا الدم كيهبط ليه من وجهه كامل. بديت كنشوف فيه والجسد ديالو واحد اللحظه بدا كيتبخر بحال ما عمرو ما كان في داك البيت. بقيت عاوتاني في الصباح وكنغوت لربي اللي خلقني، كنغوت با عينيه تفرقعوا با عينيه تفرقعوا، حتى سمعتني خالتي وجات كتجري وكتقول لي راه غير الصدمه هذيك ديال الوفاه ديال سلمى، ما وقع ليه والو، راه باك راه بخير، باك راه هاني عنده، راه ما طرات حتى شي حاجه. جاوبتها بواحد الطريقه هستيريه با عينيه تفرقعوا. قالت لي لا راه ما طرات حتى شي حاجه من داكشي، لا با عينيه تفرقعوا، لا راه ما كاين حتى شي حاجه من داكشي. وبدات كتقيسني لكتفي وكتقول لي صافي راه ما طرا والو، اجي خرج عند الام ديالك ها هي راه مع العزايه في الصالون. قلت لها واخا، ونط خرجنا من البيت من بعد ما مسحت وجهي من العرق وانا كنحاول نخفي التوتر ديالي. مشيت عند الام اللي لقيتها جالسه مع العيالات اللي جاو يعزيوها، حتى ناضت كتجري لعندي وهي تعلقني وبقات كتقول لي ما بقى عندي حتى شي واحد من غيرك، ما تخلينيش بوحدي. هذا بديت كنقيسها وكنحاول نهداها وتقول لها بصح سلمى واخا ما بقاتش معنا ولكن راها كاينه عند الله وهو راه احن عليها مني ومنك. داكشي علاش غير ارتاحي. وانا براسي في ديك اللحظه كنحاول نقلب على شي واحد اللي يواسيني، حيت هادشي اللي عشت في هاد الفتره الوجيزه ما كانش ساهل عليا. حتى دخل خالي والتليفون في يديه باقا دايزه فيه واحد لابيل وكيبان مصدوم، تيشوف فينا وتقول لنا مات. وقفنا كاملين مخلوعين وبدينا كنشوفوا فيه بما فيهم الام ديالي وهي تقول ليه الخاله ديالي شكون اللي مات. قال لي هو الجسم ديالو كيترعد، الشيخ حسن هو اللي مات. كنت في البلاصه بالزربه ما فهمتش كيفاش طرات، بديت كنغوت كيفاش با مات. كمل الهضره ديالو وهو مخلوع وكيقول لينا راه بحال اتصل به واحد من ضباط الشرطه اللي قالوا ليه بلي راه لقاوه محروق في الطوموبيل ديالو ومازال غادي يتحروا في القضيه ويشوفوا سبب الوفاه. شويه بدات الام ديالي كتغوت حتى فقدات الوعي ديالها وطاحت. درت كنشوف في الوجه ديالها اللي عيان ومتعب من كثره البكاء، بديت كنشوف فيها لدرجه انني ما قدرتش نتحنى نعاونها. انا كنهتم بها وام ديالي، ولكن من كثره الوحده اللي كنعيش بوحدي في البيت لقيت راسي انني واضع حاجز بيني وبينهم، وعلاقتنا كانت لابسه ثوب من الجفاف. درت كنشوف خالي وقلت ليه بغيت نشوف الجثه ديال با. في الاول ما كانش باغي يديني معاه، ولكن من بعد ملي لقاني مصر انني نشوفها قال لي واخا يلا هديك معايا. مشينا للسبيطار وانا عارف بلي هادشي ماشي حادثه وهادشي ماشي مصادفه، بالاخص اني تفكرت داك الكابوس اللي عشت البارح. دخلنا للسبيطار لقينا الشرطه تما قالوا لنا خصكم تعرفوا على الجثه بعد. مشينا لمستودع الاموات خرجوا لينا واحد الجثه باش نشوفوها. درتها تعرفت على الحوايج ديالو قلت لهم هذا الاب ديالي. كانت الجثه مشوهه لدرجه ان خالي ما قدرش يشوف في الوجه ديالو. سولني المحقق قال لي واش كان الاب ديالك كيعاني من مشكلات ولا شي حاجه مؤخرا؟ قلت له راه غير البارح ماتت الاخت ديالي، ربما هذا هو السبب اللي خلاه ينتحر من شده الصدمه. قال لي المحقق بلي الحاله ديال الجثه كتوحي بلي شخص اخر حرقه ودخلوا لوسط السياره وداه باش وهمنا انه انتحر، حيت الحاله ديال الطوموبيل كانت سليمه وما فيها حتى شي اثار ديال الحروق. هذاك يعني ان الحديث ما كانش انتحار. قلت ليه باستغراب ولكن شكون هذا اللي حاقد على الاب ديالي؟ هو رجل دين وانسان طيب وحتى واحد ما حاقد عليه، لدرجه ان كاع الناس كانوا كيشهدوا بالطيبوبه ديالو. قال لي المحقق حنا كلنا معرضين للمؤامرات حتى رجال الدين. نقص خالي هو يسولو ويقول واش غادي تشرحوا الجثه. شاف فيه المحقق وهو يقول لي حنا فقط كنديروا خدمتنا وغادي نسلموكم الجثمان ديال السيد باش تكملوا مراسم الدفن من بعد التشريح مباشره. كنت حزين على الفراق ديال الوالد ديالي، كنت كنشوف في الوجه المشوه ولكن ما جانيش الشعور بالحاجه للبكاء شفقه او خساره عليه، حيت كان ملامح وجهي هادئه بزاف. بقيت سارح وكنشوف للفراغ حتى سمعت خالي كيعيط عليا وكيقول لي يلا نشوف حامد. توجهت وانا غادي لعند خالي باش نغادروا المكان، ولكن وقفتني شي حاجه شداني من التريكو ديالي. درت بشويه باش نشوف، شويه دقات قلبي بداو كيطلعوا عاوتاني وتخلعت حيت كانت اليد اللي شداني ديال الجثه. درت كنشوف فيها لقيت فيها داك الرمز عاوتاني. هربت بديت شاد راسي ومخلوع وخايف. جا المحقق عندي كيسولني اش من رمز اشنو كاين؟ شيرت ليه بصبعي وقلت ليه ها هو نفس الرمز اللي كان في اليد ديال سلمى. شاف المحقق في اليد ديال الجثه ديال الوالد ديالي ويقول لي ما كاين حتى شي رمز. بديت كنغوت وكنحلف بالله اقسم لك ان راه كاين واحد الرمز تما ها انت شوف. شويه بدا خالي كيقرب لعندي ويشدني ويقول لي يلا نشوف حنا. شديت خالي من يدو بدا تيقول لي اش كدير انير. جريتو عند الجثه وبديت كنوريه بصبعي تنقول ليه ها هو ها الرمز واش ما كتشوفوش. دار خالي عند المحقق ويقول لي اسمح لينا سيدي راه غير باقي تحت الصدمه، البارح هذا فقد الاخت ديالو واليوم الاب ديالو، شي حاجه اللي ماشي سهله. شاف فيا المحقق ويقول لهم شحال صعيبه تفقد
الاهل ديالك والاقارب. خرجنا من السبيطار ومشينا نيشان للدار، لقيت الام ديالي منهاره ومهلوكه واكله العصا كنشوف فيها اللي هي ما قدراتش تصبر، ربما منهكه اكثر مني حيت فقدات سلمى والوالد في مده وجيزه.